انت كويس؟ لا. نازلة اعمل شوبينج، تعالوا معايا. اول حاجة انا هنا كنت بدور على رز يكون نوعه كويس. طبعا احنا بنبص على السعر، بس اهم حاجة بقى نبص على النوع. هختار حباية الرز المدورة علشان دي بتكبر معانا. بصوا زي دي كده، دي بتكبر معانا. انما بقى الرز رفيع قوي قوي ده مش بيكبر. هروح بقى لقسم الخضار. طبعا الناس اللي مش بتعرف تنقي الخضار، او الناس الجديدة لسه متجوزين جديد، او البنات الصغيرين، الفلفل علشان ما تجيبهوش يكون بايظ من جوه، لازم يكون ناشف، ولازم كمان يكون بيلمع قوي. لو مطفي غالبا ممكن يكون متعفن من جوه. البتنجان بقى، ودي من اهم الحاجات. بصوا البتنجان تجيبوا النقطة، في بيبقى نقطة وشرطة، تمام. النقطة دي بتبقى البذور بتاعته مش كتير. اجيبه طبعا لامع وغامق، ويكون ايه في النقطة دي، يكون متوسط الحجم. دايما نقوا الخضار والفاكهة تكون متوسطة، بلاش الكبير قوي قوي، وبلاش الصغير قوي قوي. دي فاكهة التنين، ودي على فكرة زراعة مصرية. دي كان سعرها 90 جنيه. حسب الوزن يعني، انا وزنتها كانت ب90 جنيه. انا ما جبتهاش الحقيقة، وكنت عايزة اجربها، بس كنت حاساهم كلهم شكلهم مش عاطفي قوي، فمرضتش بصراحة ان انا اجيبها. قلت بقى مرة تانية تكون فريش شوية. بصوا دبلانة، انا معرفش هي شكلها، انا شفتها في فريش ماركت قبل كده في سان ستيفانو، بس ما كانتش كده. بالنسبة للرمان هجيبه غامق. اهم حاجة طبعا مش مفهوش ثقب، او يعني مش مخروم من اي حشرات او اي حاجة. ما يبقاش منزل مية، ما يبقاش مشقوق، يبقى غامق ومتوسط الحجم. بلاش الفاتح برضو لان مش بتبقى مستوية كويس. دي علشان تضمنوا ان هي تبقى حمرة جدا من جوه. بصوا كل ما تبقى غامقة حتى لو ناشفة كده، يعني هو بصراحة ما كانش حلو قوي، بس اوكي يعني. بالنسبة للبصل، انا بحب البصل متوسط، مش بحب البصل الكبير، لاني عادة يعني لما بحط للشوربة وعايزة ازود بحط بصلتين. انما انا عادة بستخدم البصل المتوسط. بالنسبة لللفت احنا بنجيبه صغير، ده صغير مش كبير عشان ميبقاش شايخ ومخوخ، ميبقاش فاضي من جوه، بيبقى طعمه احلى. الطماطم طبعا اكيد بتعرفوا تنقوا طماطم ما تبقاش طريه. الموضوع مش صعب، موضوع الطماطم. الخيار يبقى وسط، ويبقى بلدي طبعا، بيبقى مسكر. كل حاجه خدوها متوسطه، كل ما تبقى غامقه كل ما تبقى افضل، يعني كل حاجه ليها لونها. تمام. البطاطا دي بطاطا بيضة، عشان في بطاطا نوعين، في حمراء وفي بيضة. البطاطا البيضة دي ما بتبقاش مسكرة قوي زي الحمراء اللي هي اللي بيبقى لونها بنفسجي دي، بس برضو حلوة. طبعا ناخد البطاطا الوسط، ما ناخدش اي بطاطا كبيرة عشان ما تبقاش شيخة وعجوزة وفيها نسيج من جوه وفتل كده وتضايقكم جدا. حتى لو هتقطعوها على فكرة بتبقى باينة. نجيبها متوسطة، وحاولوا ان هي تبقى كلها في حجم بعض، علشان لما تيجوا تسووها يبقى كلها سواها واحد، سواء هتشووها هتسلقوها اي حاجه ايا يكن، يعني هتحطوها في الاير فراير. انا بصراحه بقيت استسهل واحطها في الاير فراير وخلاص، دي اسهل طريقه ليها يعني. بصوا بحب الوسط، تبقى مدوره وفيها لحم، وبرده ما تبقاش كبيره وعجوزه. بصوا انا هنا بقى بوريكم الاسعار طبعا. دي بالنسبه للحوم المجمده، وكل الحاجات اللي هي ايه المثلجات والحاجات يعني اللي محتاجة طبعا فريزر. انا جبت جلاش والحاجات المعجنات دي بصراحة بتبقى حلوة جدا وسهلة، افضل من ان انا ادور على فرن بصراحة بيعملها. بس اللحوم المجمدة انا بصراحة مش بفضلها خالص، بحس ان هي بتاعت الناس المستعجلين بس، واكيد هي مش صحية ودخلت مصانع واتصنعت، انا معرفش اتصنعت ازاي، وما بتطلعش على فكرة لذيذة قوي. ببقى حاسة ان هي كده عجينة، انا مش عارفة ايه العجينة اللي باكلها دي. معرفش بقى، بسمع ان هي جلود فراخ وحاجات كده، بس انا قلت اوريكم الاسعار برضو عشان تبقوا انتوا عارفين. بس في انواع حاجات جديده نازله بتبقى الفراخ فراخ بالنسيج بتاعها، فدي اوكي. ممكن اللحوم يعني مش عارفه بصراحه. البرجر ثيك برجر حلو، لكن الحاجات البرجر العادي بحس ان هي فول صويا بس. انا هنا طبعا اللي عايز يشوف اسعار حاجه يتفرج. ده كان جمله ماركت، فرع جرين بلازا. بصوا اللي عايز بقى يوقف الفيديو ويشوف سعر حاجة معينة
بس انا بصراحة كان بقالي فترة كبيرة مش بروح ماركت كبير، لان طبعا يعني الخروج بيبقى صعب شوية، فبجيب دايما حاجتي بالتليفون وخلاص، او قريب من البيت، او ماركت قريب من البيت. وانا كمان عندي فتح الله جنب البيت، فساعات ببعت ولادي يجيبوا لي حاجات معينة اللي انا عايزاها بس. لكن كان بقالي فترة بصراحة وما كنتش شايفة الاسعار بقت عاملة وصلت لفين يعني. طبعا المجمدات دي احلاهم هي الملوخية اللي بتنفعني بسمة وجيفركس، ان هي بتنجزني. طبعا البلدي احلى، بس اوقات كتير بتبقي مش لاقياها متقطفة جاهزة وكده، فده بيكون حل امثل علشان طبعا يعني تعرفوا تاكلوا ملوخية يعني. هنا برضو انا بوريكم الاسعار والحاجات اللي كانت موجودة قدامي. وطبعا دي فراخ وكده، بس طبعا البلدي بتبقى افضل. يعني تجيبوها من فرارجي او كده. اللبن طبعا انا بجيب اللبن الطبيعي، مش بحب اللبن اللي هو اللونج لايف ده. بحب جدا ميلك مان، وبحب مزارع دينا ولبنيتا برضو. الحاجات اللي هي عمرها قصير دي بتبقى حلوة جدا، بتبقى لبن طبيعي. لو انتوا مش بتحبوا ان انتوا تغلوا، انا بصراحة كنت زمان يعني بغلي اللبن، بس خلاص توقفت على الموضوع ده من زمان، لما خلاص بقى فيه مزارع دينا وفيه لبن طبيعي وفي نفس الوقت هو مغلي جاهز. هنا الجبن برضو مزارع دينا تحفة، كل انواعها بصراحة جربتها جميلة جدا. بلاش حاجات نباتي الدهن يا جماعة، بلاش، ابعدوا عنها تماما. خليها في الحاجات الطبيعية اللي هي حيوان الدهن. اي شركة تنزل حاجة حيوان الدهن اكيد هتكون افضل. وده كان بقى الدور اللي تحت. خلاص انا كده خلصت قسم الاكل والمأكولات. نازلة بقى بيكو على قسم طبعا المطبخ والاطباق. وطبعا انا ما قدرتش قوي بصراحة اصور فيه، يعني ما صورتش حاجات كتير، لان هو يعني ما كانش فيه بصراحة عروض حلوة ولا حاجة، يعني كانت حاجات بصراحة مبالغ فيها قوي يعني. بس حبيت برضو عشان البنات اللي بتجهز بتشور، بس انا كنت في نصيحة برضو عايزة انصحكم فيها. الناس اللي عايزة اطباق يعني الاطقم الصيني دي، انصحكم بفتحي محمود، لان اسعاره حلوة جدا. وانت كمان بتختاري الديزاين بتاعك، شكل الطبق، شكل كل قطعة، وهو بينفذها لك. وخامته حلوة جدا. وعلى فكرة فتحي محمود في حاجات كانت من هنا يعني فتحي محمود. لو انتوا برضو عايزين مكانه كده برضو اكتبولي في التعليقات. بتبقى كمان اسعاره كويسة جدا، وانت اللي بتختاري القطع، عدد القطع، وبتختاري كل حاجة يعني. ساعات بتشتري اطقم ما بيبقاش يعني، بيبقى فيه حاجات انت مش هتستخدميها خالص، مثلا اللبانه في ناس بتحتاجها في ناس لا، البراد، الحاجات. فانت يعني بتختاري اللي انت محتاجاه له بس. هنا برضو انا نزلت على القسم اللي بعده، الشامبوهات والميك اب والحاجات دي. بس يعني انا برضو ما وقفتش فيها بصراحة كتير، عشان هي بنتي كانت عمالة تزن وانا بصراحة كنت نازلة على القسم بتاع الزرع الصناعي والحاجات دي. انا بحب جدا جدا النباتات، بتدي روح للمكان، اي مكان يعني. لو سبتيه كده فاضي بيتغير تماما اول ما بتحطي له اي لون اخضر، سواء نباتات طبيعيه، بس طبعا دي بيبقى رعايتها صعبه شويه. بس هم عندهم نباتات طبيعيه، وعندهم طبعا النجيل الصناعي والحاجات الصناعيه دي. ساعات بيعملوا منها حوائط، او بيحطوها كمفارش او كده. بصوا النباتات دي برضو انا بحبها قوي، بس هي مكان يعني شكلها على الطبيعة يعني ما كانتش احلى حاجة يعني. بس عنده دايما بيبقى حاجات حلوة. تمام، الحاجات الكيوت الصغيرة دي بيبقى شكلها حلو جدا، سواء على مكتب، سواء في الحمام، سواء على مراية. بجد بيبقى شكلها لذيذ قوي، بتغير الاماكن. طبعا الشجر برضو حلو قوي. بس انا هبقى اعمل لكم جولة بقى في مكان تاني انا اكتشفته بصراحة رخيص جدا 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 بالنسبة للنباتات الصناعي. تمام، طبعا ده نبات طبيعي بس بيبقى محتاج رعاية، يعني بيعيش معاكي فترة. ده نوع من انواع الصبور على فكرة، بيعيش معاكي فترة، بس محتاج رعاية قوية جدا، ومحتاج اضاءات معينة. يعني حتى لو نبات ظل بيبقى محتاج اضاءات معينة. دي كانت ب75. برضو هي سعرها مش رخيص يعني. بس اللي بيحب بقى النبات وكده بيدي طبعا روح في المكان، بس تأكدوا ما يبقاش فيه اطفال وياكلوا الحاجات دي، عشان في حاجات كتير منها سامة بيبقى فيها لون ابيض. معرفش ازاي الناس ما بتقولش على المعلومات دي، بس دي معلومات مهمة جدا. دي بقى حاجات كيوت قوي كنت لقيتها، بس طبعا حاجات اللي هي ايه يعني،
رقيقة زيادة عن اللزوم. اول ما هتستخدميها خلاص كده انتهت، هي مرة واحدة. الجوانتي ده كان حلو قوي لانه سيليكون وكمان متبطن. دي بتاعت الملابس علشان الشرابات ما تتوهش او الملابس ما تتوهش في الغسالة وانتوا اثناء الغسيل. المنظم ده شكله كيوت قوي قوي لو يتحط مثلا في ظهر الباب او جوه الحمام او في مكان ما. بس هو كان سعره برضو مبالغ فيه، كان ب 355. بصوا هو سهل جدا جدا، يعني لو حد بيحب الهاند كرافت والحاجات اليدوية ممكن يعمله. كانت قماشته قماشة زي قماش الشماسي والحاجات دي. فطبعا متاح. الطاسات الصغنطوطة دي جميلة جدا في البيض والحاجات دي بصراحة بتبقى تحفة، بس جيبوها تقيلة شوية عشان تضمنوا هي ما تعوجش ولا تتقشر وكده بسهولة. لعب الأطفال برضو كنت بصورها. كان ابني فاكر ان دي اسعار العربيات اللي بتمشي بموتور، يعني بيقول لي 1250 دي من موتور. طبعا قلت له حبيبي لا، دي اسمها زحافة. لقيت مكتوب كده تمام. فطبعا الاسعار اتغيرت خالص. انا كنت جايباها لبنتي كانت ب 80 جنيه من فترة كبيرة كده. برضو السكتشات دي كانت جميلة قوي قوي، واسعارها تعتبر كويسة. يعني عارفين النوتس، الناس اللي بتحب تبقى معاها حاجة صغيرة في ايديها كده، طبعا في احجام منها بس سعرها طبعا الصغيرة كان حلو قوي. اشكالها كيوت قوي. انتوا عارفين لما يبقى حد بيحب مادة قوي بيجيب لها حاجة كده يبقى سكتش او حاجة محترمة شوية. فدي من الحاجات الظريفة بصراحة. ده كان ب59. ده كبير شوية. وفي بصوا في الاكبر منه، ده كان ب57. كلهم شكلهم حلو بصراحة. يعني حبيت اعمل لكم كده جولة خفيفة. وكمان بصوا المنظمات هناك حلوة جدا جدا. هي اسعارها شوية عالية بس هبقى انزل معاكم في اماكن ارخص شوية من كده. ومعروف ان جملة ماركت وفتح الله اسعارهم يعني بتبقى معقولة في الاكل والحاجات دي. بس الحاجات اللي بقى المنظمات وكده لا، برضو يعني حساها برضو اغلى من السوق شوية، او يعني مقاربة يعني سعرها. بس لو انت هتجيبي كذا حاجة طبعا بيفرق جدا معاكي، حتى لو 100 جنيه بتفرق جدا. فهبقى انزل معاكم جولة تانية. برضو ده نوعه رتان، ده بتاع السبت البصل وكده. بس انا كان عاجبني السبت اللي قدامه ده لان هو ممكن بوكس كده يتحط فيه للعب الاطفال، فيه ادراج كمان. بصوا ده برضو منظمات ظريفة جدا. تمام. كان حلو برضو. الرتان بيبقى برضو هاوي، يعني ممكن تحطي فيه بصل يعني بصل وبطاطس وتوم وكده فيحافظ عليهم. دي كانت اسعار الكراسي برضو. اسعارها يعني مقاربة برضو الاسعار بره. انا الحقيقة مش متابعة كل الحاجات، بس انا بقول لكم بعض الحاجات. طبعا كان في اجهزة بس انا بقى ما صورتش خالص في قسم الاجهزة ده لان انا يعني كنت خلاص بقى ولادي يعني عايزين يروحوا. فانتوا لو عايزين ممكن مرة تانية ابقى انزل اعمل لكم جولة تانية ان شاء الله في الاجهزة. وزي ما قلت لكم هاخدكم جولة ان شاء الله في النباتات الصناعية والحاجات اللي هي الزينة. طبعا هنا بصوا في صوت احنا بنحب نسمعه والرجالة ما بيحبوش يسمعوه ابدا. انت كويس؟ انت كويس؟ لا.